يلا نعمل كبدة الفراخ بأسهل وأحلى طريقة ممكن تجربوها. كبدة الفراخ بدبس الرمان خطيرة بجد، كل اللي هيجرب الوصفة دي هيغير مفهومه عن كبدة الفراخ خالص. خطيرة ولذيذة وطعمها وريحتها في منتهى الجمال، وبجد سهلة وسريعة كده. عندك شوية كبدة في الفريزر طلعيهم وتعالي مع بعض نشوف هنعمل ازاي طبق الكبدة الخطير دوت اللي هتعمليه بقى سندوتشات او بالعيش كده على طول. بجد هيوديكي في حتة تانية. فاتفرجوا بقى على الفيديو للآخر عشان لو عجبكم اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا نسمي بسم الله ونبدأ في المقادير. عشان نحضر الوصفة بتاعتنا في طاسة كده بجيب شوية من الزيت بسخنهم كويس جدا، بجيب عليه كده بصل مقطعاه جوليان او جوانح بالشكل دوت، وببدأ ان انا اشوح البصل بالشكل ده. بعد كده هنزل على البصل، انا عايزة البصل بتاعي يبقى مكرمل، فبنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر، وابدأ ان انا اقلب البصل دوت لحد لما يتكرمل معايا وياخد اللون البني. انا طبعا بستمر في العملية دي. في الاثناء ديت بجيب طاسة تانية وبكون مسخناها كويس جدا وحاطة فيها برضو شوية من الزيت، وهبدأ ان انا ادي صدمة للكبدة بتاعتي. كبدة الفراخ انا غسلاها كويس جدا وصفتها، وبعد كده قطعتها وشلت فيها اي تجمعات دم زيادة، وبدأت ان انا اصفيها كويس جدا وقطعتها بالشكل ده. ممكن تقدري تستخدميها سليمة اللي يرجع لك. انا هنا في الطاسه دي بشوح كده الكبده. اهم حاجه الطاسه تكون معاكي سخنه جدا. اديتها كده صدمه، وفي الطاسه التانية ركنتها كده والبصل بتكرمل معانا، واول ما يوصل لدرجه البني اللي انتوا شايفينها دي وتكرمل ببدا انزل عليه بحوالي 3-4 معالق من الدبس الرمان بالشكل ده. وبعد كده بركن البصل على جنب لحد لما الكبده تتشوح معايا وتاخد الصدمه كده التمام، علشان ما تنزلش اي سوائل منها، وفي نفس الوقت كده تتشوح وتبقى جميله معانا. بشوحها كده بالطريقة دي، وبعد كده بقى نبدأ ان احنا ننزل عليها بشوية من الثوم المفروم، معلقة صغيرة كده من الثوم المفروم، واقلبهم كده كويس جدا مع الكبدة. طبعا الثوم هيودي يعني الكبدة اساسي معاها، الثوم بيودي الطعم في حتة تانية خالص. والبصل انا خلاص طفيت عليه وركنته كده على جنب، وتقدري تعملي كل الكلام دوت في طاسه واحده لو انت مش حابه تعملي مواعين كتير. هملح بقى برضو الكبده بتاعتي واحط التوابل بتاعتي كده واظبطها. وهنا كده حطيت معلقه صغيره من الملح، هنزل عليها برضو كده بالبصل بتاعنا بالشكل ده اللي اتكرمل. شايفين خد لون الكرمله، وفي نفس الوقت خد حطينا عليه الدبس الرمان. لسه هنحط كمان شويه دبس رمان عشان كده نزود نكهه الكبده بالدبس الرمان وتبقى خطيره معانا. شايفين البصل ما شاء الله، بصوا ريحته لوحده ده كده يتاكل اكل لوحده من غير الكبده اصلا، تحفه جدا. هقلبها كده مع الكبده بتاعتي واحط بقى كده التوابل. حطيت هنا شويه من الفلفل الاسود، شويه من الكزبره الناشفه، وكمان شويه من الكمون، ورشه صغيره كده من البابريكا، وسنه من القرفه سنه صغيره جدا، وحطيت كمان شويه من الشطه. ودي كده كل التوابل بتاعتنا. هو اهم حاجه الفلفل والكمون طبعا والكزبره الناشفه. وابدا ان انا اقلب كده المكونات دي كده كلها مع بعض. واخر حاجه خالص بنزل بالفلفل، يكون فلفل حار. حابه تحطي فلفل حار طبعا بتدي طعم خطير، او فلفل الوان او فلفل رومي اخضر اللي متوفر عندك. خلاص كده اديتهم تشويحه والكل اتشوح معايا وبقى زي الفل. بنزل عليه كده بشويه كمان من دبس الرمان كده في الاخر، يعني حوالي 3-4 معالق كده كبار من الدبس الرمان. وكده وصفه الكبده الخطيره التحفه دي اللي ريحتها قلب الشقه كلها جاهزه معانا. ما خدتش وقت، سريعه سهله واكله يعني متوفره في اي بيت. عندك شويه كبده طلعيهم واعملي الوصفه دي، بجد سريعه ومنقذه جدا. تقدري تعملي معاها شويه مكرونه كده مع شويه عيش بلدي وطحينه، واحلى طبق كبده ممكن تجربوه. شايفين بقى الشكل والجمال، وشايفين السرعه، ما خدش معانا وقت. جربوا كبده الفراخ. ناس كتير قوي مش بتحب ان هي تستخدمها، جربوها بالطريقه دي بجد هتغيروا فكركم عنها. يا رب ان شاء الله وصفه الكبده بالدبس الرمان النهارده تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.